يا عمي 18 10 قرب، بلاش فضايح، كل الناس بتتصل، خلينا نحل الموضوع بينكم. المشكلة مش مني، المشكلة منه. هو اللي بداها وهو اللي هاي، وكل الناس بتقول نفسه خرافي، وانا جيت اصلحه من زمان وقول لي ليش هيك بتعمل معه، مش ليش هيك بتعمل معه. هي تفضلوا. طب نحل الموضوع، انتوا قاعدين حد بعض، فيش مجال نطلع من هون يعني ببشرة سارة ان شاء الله. بديش اصلح. سمع ذينك يعني، ولابس نفس البدله ولابس نفس الهاي، لو ما تجوزش يعني عشان يرتاح. إلى خاطر تمثل دراما بتبكي، بديش اصلح. معاه بتنوح بتبكي، بديش اصلحك. ومش جاي على عرسك، وبديش ابدل. انت اصلا هذا اللي بتدور عليه اصلا. ايوه هي هاي بالضبط. انت اصلا بتدور بدكش تيجي عشان ترجعش نقود. ترجعش نقود، بعدين اليوم صار قانونيا كيف بعرف انك انت بتقدر ترجع النقود اللي انت بديش ارجعه للزفت، بديش ارجعه. اذا بتضلك تحكي لي بنقوط، بديش ارجعه للزفت، وبديش اصلحك، وبديش اغير البدله. شفت؟ ممكن اغير جوز الكنسات، اما البدله لا. سمعت فهمت شو وصل بالموضوع وشو المشكلة؟ مشكلة النقود، وبيعمل كل الخراريف، قدح بالخطبة، قدح بالجهة، قدح بالقعقد، قدح بكل شيء. هسه اجى وقت الجيزة وبده يقدح. عشان ايش؟ عشان ما نقطش. اول مرة رغم السيناريو الدرامي تاعك هذا برضه بديش اصلحك. على فكرة كل القصارين على الشكل. كل قصة. إيه الا انت كاين بالهيتك، انت ما انت مطرب فاشل، ما انت دقيق ارجو بتعرفش الدق. اطلع من هون. سألت الناس كلياتها حكوا لي البدلة قلبك علي. ايوه ليلى علوي، قلبك علي. ما جاتش. بتجوز.